بعيدا عن المستوى الفني للمنتخب الجزائري، يمكن من اقل مبارياته النهارده. ولكن لو الاتحاد الافريقي عاوز يطلع من الجزائر من بطوله كاس الامم الافريقيه يقول يطلعها. يعني حكم من اسوأ الحكام اللي شفتها في البطوله. اولا ضرب الجزاء من البدايه غيرت شكل المباراه خالص. ثانيا حزم او كتف لعيبه الجزائر بلغه كره القدم طوال المباراه. اكتر من 7-8 كروت، كل الفاولات كلها عكسيه بالنسبه للمنتخب النيجيري على حساب المنتخب الجزائري. طيب انت لو عاوز تطلع المنتخب الجزائري ليه؟ وعشان ايه؟ نسيبنا من التشكيل اللي حطه بيتكوفيتش، نسيبنا كمان من التغييرات المتاخره اللي عملها بيتكوفيتش، نسيبنا ان المنتخب النيجيري فعلا منتخب قوي، منتخب مرشح لكاس الامم الافريقيه، واحد من اقوى المنتخبات. ولكن اديني حق في الملعب، اديني حق كفريق جاي اشارك في كاس الامم الافريقيه، لما المفروض يكون فيها عدل، فيها احترام، فيها احترام كمان لتاريخ البلد وتاريخ الفريق ككوره كامكانيات. انما ما تضيعنيش وتجيب لي حكم انا وجهه نظري من اقل الحكام اللي موجودين في البطوله. دي جزء من ضياع او خروج المنتخب الجزائري النهارده. وجهه نظري خروج عليه علامات استفهام كتيره جدا جدا بالنسبه للاتحاد الجزائري، وبالنسبه كمان لكل الجماهير الجزائريه. ده الجزء الثاني طبعا لازم اتكلم على بيتكوفيتش لان تشكيله من البدايه خاطئ. النقطه الثانيه ان تغييراته متاخره جدا. الثالثه انه تعامل مع المباراه بشكل سيء، كان المفروض يكون افضل من كده. ولكن زي ما اتكلمت، فكره ان الحكم يكتف لعيبه المنتخب الجزائري اثناء المباراه توقع اي فريق. ريال مدريد كمان، منتخب الارجنتين والبرازيل مش الجزائر. وبالتالي كل دي امور خرجت بعيدا عن نطاق المباراه، بالتوفيق للمنتخب الجزائري في بطوله اخرى لما يكون في عدل في الاتحاد الافريقي.